ضيفي كيس واحد بس على الفول، مش هتحتاجي ان انت تنقعيه قبلها بيوم ولا حاجه خالص. هي ساعه واحده بس بالظبط هتنقعيه بكيس من البيكنج باودر، هيسهل معاكي السوا بتاع الفول، وكمان مش هياخد وقت معاكي في النقع. يعني هي ساعه واحده بس هننقعه. عندي نص كيلو من الفول، اخترت الحبايه اللي هي الفاتحه دي افضل حبه للفول. بتنقعيه ساعه في ميه عاديه، وبعد كده بتشطفيه كويس جدا، وبتحطي عليه نص كوبايه من الفول المدشوش، وتنقعيه ساعه مع الميه وكيس البيكنج باودر. بعد كده بضيف عليه نص كوبايه من العدس، معلقه من الرز، طماطميه متقطعه قطع صغيره، وليمونه سليمه، ومعلقه صغيره من الكركم. بتخلي لون الفول زي ما انتم شايفين كده تحفه، وطعمه كمان يجنن. اللي بيحب الفول يكون محمر شويه او لونه احمر شويه يحط معلقه صغيره معاها كمان من البابريكا، بس انا بحب لونه كده. بعد كده تاخديه زي ما هو كده سخن، تعبيه في الاكياس، وتحطي مثلا منه علبه في التلاجة وباقي الاكياس في الفريزر على الاستخدام. اخد مني على النار 3 ساعات ونص، ما تفتحيش عليه خالص، هيكون مستوي بالشكل اللي انتم شايفينه ده.